بيبدأ الفيلم جوه محطة قطر، وبيكون في واحد اسمه رام مستني الخادم بتاعه علشان يشيل الشنط، بس الخادم بتاعه بيكون اتأخر ورام بيكون متضايق. واللي بيشوفهم طفل من أطفال الشوارع وبيطلب منه إن هو اللي يشيل له الشنط، ولما رام بيرفض بنته كاملة بتترجى إن هو يوافق، وده لأن طفل الشوارع ده كان صعبان عليها. وبيوصلهم الطفل ده بالشنط لحد البيت، بيعرض عليه إن هو يشتغل عندهم، بس رام بيرفض لأنه ما يعرفوش ولا واثق فيه. وبنته برضه بتترجى إن هو يوافق يشتغل عندهم، ورام بيوافق، بس بيعرف الطفل إن هو لو خانه هيلاقوا منه عقاب شديد. وبيبدأ الطفل يشتغل في البيت بكل ضمير ونشاط، وفي يوم بيكسر لعبة كامنة غصب عنه، ولما بتشوفها بتزعل وبتفضل تعيط، لكن الطفل بيترجاها ان هي تسكت وهو هيصلحها. وكامنة بتعرفه ان اللعبة دي غالية عليها، وانها كانت ذكرى من امها اللي ماتت، وبيوعدها ان هو يجيب لها لعبة مكانها اول ما يقبض اول راتب ليه. وبتفضل كامنة تساعده وتغني له الاغاني اللي كانت امها بتغنيها لها قبل ما تموت، وكانت بتهتم بيه لدرجة ان هي كانت بتغطيه من البرد. وطبعا هو كان مبسوط بده وكان بيحبها جدا. وفي يوم بيكونوا هما الاتنين بيلعبوا في التلج، ولما بيرجعوا بيشوفهم رامو اللي بيتعصب من اللي حصل، وكان خايف على بنته منه وبيضطر ان هو يطرده من البيت. وبعدها بيرجع الطفل ده علشان يرجع لها البطانية بتاعتها، لكن الخادم بيعرفوا ان هما سافروا مومباي، وبيسافر الطفل لمومباي وبيحاول ان هو يدور عليهم. وبيلاقي اللعبة اللي هو كان واعد كاملة ان هو يجيبها لها، بس للأسف كانت غالية عليه ومقدرش ان هو يشتريها. ولما بيخرج من المحل بيشوفهم وبيطلع يجري وراهم، وكانت في عربية هتخبطه لكن في ست لحقته وفضلت تعاتب فيه لانه كان بيعدي الطريق من غير ما ياخد باله. وفجأة بيجي طفلين من أطفال الشوارع وبيسرقوا شنطة الست دي، وبيطلع يجري وراهم وبيقدر ان هو ياخد الشنطة منهم، لكنهم بيكونوا ضربوه جامد. والست بتروح وراه وبتشكره، ولما سألته عن أهله قال لها ان هو يتيم ومشرد في الشوارع، حتى اسمه ما يعرفوش، والناس بتقوله على طول يا لقيط. وبتزعل الست عليه وبتقرر ان هي تسميه على اسم ابنها اسكندر اللي مات في حادثة، وكمان بتقرر ان هي تتبناه، وخدته معاه البيت وعرفته على بنتها مهرة. وبنعرف ان الست دي اسمها فاطمة، وانها بتشتغل في بيت ناس اغنياء. وفي يوم بتاخد اسكندر معاها للبيت اللي هي شغالة فيه، واللي بالصدفة بيطلع بيت رام. واول ما كامنة بتشوفه بتفرح وبتعزمه على عيد ميلادها، لكن رام اول ما بيشوفه بيطرده تاني، وبيحذر فاطمة من انها تجيبه معاه تاني، وده لو عايزة تفضل شغالة عندهم. بس اسكندر بيكون مصمم برضه ان هو يروح عيد الميلاد، وبيكون جايب لها اللعبة اللي هو وعدها ان هو هيجيبها لها. وبيطلع من على المواسير وبيدخل لأوضة كامنة، ولما بيشوف هدية ابوها اللي كان جايبها لها بيمسكها وبيلاقي صورتها جواها. وفجأة رام بيدخل عليه وبيفتكر ان هو بيسرقها، بس لما بيضربه فاطمة هي اللي بتدافع عنه، ولما كامنة هي كمان حاولت تدافع عنه ابوها قال لها اللي زي ده خطر علينا وعلى المجتمع، وبيعرفها ان امها ماتت بسبب واحد زي ده لانها كانت عطفت على واحد زيه وبعدها قتلها وسرقها. وكامنة ابتدت تكره اسكندر بسبب اللي حصل لامها، وكمان طردته بره البيت. وفاطمة خدته هي وبنتها وخرجوا وفضلته عن الوظيفة، لكن بعدها مرضت مرض خطير، وقبل ما تموت وصت اسكندر على مهرة وقالت له يخلي باله منها ويعتبرها اخته. وبتعدي السنين وبيكبر اسكندر وبيبقى صاحب اكبر سوق تجاري في البلد، ومن كتر ما كان غني ولاد جارته كان ليه اعداء، واللي كان منهم واحد اسمه بول واللي كان بيشتغل عند جي دي، وعلى طول كان بيحاول ان هو يوقع اسكندر مع الشرطة، وكان بيتهمه اللي هو بيشتغل في التهريب. بس اسكندر قدر ان هو يثبت العكس وبيخلي الشرطة تقبض عليه. وبيرجع اسكندر بيته، وفي اليوم ده بيكون خطوبة اخته مهرة، وفي الوقت ده رام بتكون حالته اتدهورت وفلس وبقى فقير. وبالصدفة بيكون جار اسكندر في الشارع اللي هو ساكن فيه، ورغم اللي رام عمله في اسكندر زمان اسكندر محسسوش ولا مرة ان هو اقل منه. وبيعرف ان كامنة اشتغلت في مدرسة وبيروح لها، لكن كامنة بتخاف منه وبتطلب منه ان هو ما يجيلاش هنا تاني ولا يتكلم معاها، لانها كانت خايفة على سمعتها ان المدرسة تعرف ان هي بتتكلم مع حد غريب ويطردوها. واسكندر بيزعل وما كانش مصدق اللي حصل، وبيقابل جارهم بلال، ولما بيعرف ان هو زعلان بيطلب منه ان هو يروح يسهر معاه، وبياخده وبيروح بيت من البيوت المشبوهة، وبيعرفه على واحدة اسمها زهور، وبيسهروا ويشربوا، وزهور دي بتعجب بيه وبتطلب من بلال ان هو يجيبه معاه على طول. وبلال بيعرف اسكندر على المالك، وبيعرفه ان اللي بيحمي المكان ده محامي اسمه فيشال، وبول بيكون هناك بالصدفة، ولما بيشوف اسكندر بيهرب منه. وبعد شوية بيكون في اتنين مش راضيين يدفعوا الحساب، وبيجي فيشال وبيضربهم، واسكندر كان معجب بيه لانه قوي واول مرة كان يشوف محامي بيعمل الشغل ده. ولما اسكندر بيمشي الملك بيلاقي شنطة مكانه، وبيبعت فيشال بيها وراه، لكنه بيعرف متأخر ان الشنطة من بول وان فيها قنبلة، بس بيكون فيشال اداها لاسكندر اللي اخدها ومشي لانه شارب وما كانش حاسس بحاجة. والملك بيقول لفيشال ان الشنطة فيها قنبلة، وبياخد الفسبة بتاعته وبيطلع بيها ورا عربية اسكندر، وبيكون سايق وهو متهور لانه سكران وكان هيخبط واحدة عجوزة. ولما بينزل يطمن عليها وبيسألها بتعملي ايه في الوقت المتأخر ده،
بتقوله ان هي جايه تدور على ابنها اللي بيشتغل في المدينه، ولما بتوريه صورته بيعرف ان هو فيشال، وبيعرفها ان هو يعرف ابنها، وبيطلب من بلال ان هو يروحها البيت عنده لحد ما يجيب فيشال ويجي. لكنه لما بيرجع للعربيه بيكون فيشال وصل، وبتنفجر الشنطه فيه وبيتصاب اصابات خطيره. وعلى طول اسكندر بياخده على المستشفى، وبيترجى الدكتور ان هو يعمل كل اللي في قدرته علشان يساعده، وانه مستعد يتبرع له باي دم هو محتاجه. بعدها اسكندر بيطلب من صاحب البار ان هو يدور له على بول، وبول واللي معاه بيكونوا مبسوطين وبيكونوا مفكرين ان اسكندر مات من القنبله. وفجاه بيتخضوا لما بيلاقي اسكندر واقف قدامهم، وبيروح لهم وبيفضل يضرب فيهم بكل انتقام. لكن بول بيقدر ان هو يهرب منه، وبيطلع يجري وراه وبيخش بيت زهور، وبيطلب منها انها تخبيه. وزهور بتكون رافضه في الاول، بس من خوفها على اسكندر ان هو يقتله بتخبيه وبتنكر ان هو موجود. ولما بيدخل يدور عليه بنفسه ما بيلاقوهوش، لانه بيكون هرب من الباب اللي ورا. وبتحاول ان هي تقرب من اسكندر لانها كانت بتحبه، لكن اسكندر بيرفض وما كانش مهتم بيها. وبنروح بعدها للقسم، وبنشوف واحد اسمه ديلوار مقبوض عليه، واللي بيكون لسه خارج من السجن ما بقولوش ساعة، وبيرجعوا تاني في نفس اليوم بجريمة جديدة. وبنعرف ان ديلوار اتقبض عليه المرة الأولى لأنه قتل خال حبيبته اللي هي زهور، لأنه هو اللي خلاها تشتغل في بيت مشبوه غصب عنها. ولما حاول ان هو يخرجها منه خالها منعه واضطر ان هو يقتله، وراح بعدها بنفسه لقسم الشرطة وسلم نفسه. ومفتش الشرطة بيطلب من العسكري ان هو ياخده ويحطه في السجن لحد ما يترحل على النيابة. وزهور بتكون لسه شغالة في شغلها المشبوه، واسكندر كان متعود ان هو يروح لها على طول. ومع الوقت حست ان هي بتحبه وما تقدرش تعيش بعيد عنه. وبنرجع للسجن وبنشوف بول وهم جايبينه للسجن، وبيكون رايح مخصوص علشان يسخن دلوار على اسكندر، وبيعرفه ان هو كل يوم بيروح لزهور، وانه واخد راحته معاه على الاخر وفي علاقة بينهم. وبيكذب عليه وبيعرفه ان هو قاله ان في واحد تاني بيحبها، بس هو ما عملكش حسابه مستمر في اللي هو بيعمله. ودلوار بيكون عايز يطلع من السجن باي طريقة علشان ينتقم، ومن غله بيكسر قضبان السجن وبيقدر ان هو يهرب من الحراس. وبيكون في اتوبيس معدي وبينط فيه، وعلى طول بيروح للمكان اللي بتشتغل فيه زهور. وكل اللي موجودين اول ما بيشوفوه بيخافوا منه، وده لان دلوار كان معلمهم الادب قبل ما يدخل السجن. واول لما زهور بتشوفه بتجري علشان تهرب اسكندر، لكن اسكندر بيعرفها ان هو مش خايف من حد. ولما دلوار بيطلع لزهور بيعرفها ان هو اتحبس علشانها، وفي الاخر سابته وراحت تحب واحد تاني. وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض لحد ما بيقدر اسكندر عليه. ولما دلوار بيعرف ان الشرطه جت بيطلع يجري، وواحد بيكون معدي بعربيه وبيشد دلوار جواها وبيطمنه ان هو يحميه. وبيطلع ان هو ده جدي، وانه بيكره اسكندر وعايز يخلص منه زي ما هو عايز يخلص منه بالظبط. وبعدها فيشال بيكون خف واسكندر بيكون معاه، وبيشكروا ان هو انقذ حياته. وفيشال بيعرفوا ان هم اصحاب مفيش بينهم الكلام ده، وبياخده عنده على البيت وبيعرف ان هو محضر له مفاجأة. ولما فيشال بيوصل بيلاقي امه موجودة وبيفرح جدا، وبيطلب منهم ان هم يقعدوا معاه لحد ما يلاقي وظيفة وسكن. وبعدها كامنة بتروح وبتبيع السلسلة بتاعتها، واسكندر بيكون مراقبها، ولما بتمشي بيروح وبيشتريها. وده لانه كان عارف قد ايه السلسلة دي غالية عليها، وانها ما باعتهاش غير عشان محتاجة فلوس. وبعدها بيروح للدكتور اللي بيتعالج عنده رام، وبيديله حساب علاج رام، وبيعرفه ان هو هيكون مسؤول عن الحساب ده على طول. وبيستغرب لما بيلاقي رام جايله لحد البيت بنفسه، وبيشكره على وقفته جنبه وتسديد مصاريف علاجه. ورغم ان اسكندر كان معرف الدكتور ان هو ما يحكيش لحد ان هو اللي بيدفع الفلوس، لكن رام بالصدفة بيكون موجود وقتها وبيقدر ان هو يسمعه. وبيعتذر لاسكندر على كل اللي عمله فيه وهو صغير، وبيطلب منه ان هو يعمل له اي خدمة هو عايزها. واسكندر بيعرفه ان هو عنده صديق محامي وشاطر، وبيطلب منه ان هو يشغله معاه. وطبعا رام بيوافق لان دي كان اقل حاجة ممكن يقدمها له. ولما فيشال بيعرف بيفرح وبيروح على بيت رام على طول، وبيتعرف على كامنة وبيشتغلوا مع بعض. ومع الوقت بيكون في اعجاب وبيحبوا بعض هما الاتنين. وبيمسك فيشال اول قضية ليه، وبيقدر فيشال ان هو يكسبها. واسكندر بيكون فرحان ان صاحبه بقى ناجح في شغله، وبيحتفلوا بالحدث ده. وبيطلع اسكندر على المسرح وبيغني الاغنية القديمة بتاعت كامنة، وكامنة بتكون عارفة ان هو لسه بيحبها. ولما فيشال سأله انت تقصد مين بالاغنية دي، اسكندر بيعرف ان هو ما يقصدش حد وان كل ده تمثيل. وكامنة بترتاح وفكرت ان هو ما عادش بيحبها، لكن طبعا اسكندر كان يقصد كل كلمة عليها. وتاني يوم فيشال بيكون سهران في بيت رام على قضية جديدة، وبيسمع صوت اسكندر من بره، وبيعرف ان هو شارب وسكران ومش عارف يروح. وبيطلع يدخله البيت، واسكندر بيفضل يهلوس وهو سكران باسم البنت اللي بيحبها. وبيعرف فيشال ان هو مخبي سر عليه. ولما اسكندر بيصحى تاني يوم فيشال بيسأله على اللي كان بيقوله وهو سكران، لكن اسكندر بينكر كل اللي قاله، بس بيعرفه ان في واحدة فعلا بيحبها، لكنه مش قادر يعترف لها بده. بعدها رام بيعرف كامنة على كل اللي اسكندر عمله علشانه، وان هو ساعده في مصاريف علاجه من غير حتى ما يعرفه بده. وكامنة بتتكسف على اللي هي عملته معاه وبتروح له علشان تعتذر له، وبتتأسف لاسكندر على كل اللي حصل منها. بتطلب منه ان هو ياخد الفلوس اللي عالج بيها ابوها، لكن طبعا بيرفض. واسكندر بيكون فرحان جدا ان هي حست ان هو عمل علشانها حاجة كويسة، وحس ان هو ممكن يعترف لها بحبه في اقرب وقت.
وبعدها مهرة بتعرف ان هو بيحب كامنة، بس بيحلفها ان هي ما تقولش لاي حد، وده لانه كان عايز هو اللي يعترف لها بنفسه، وبيكتب لها رسالة وبيبعتها لها وبيعترف لها بحبه. بس كامنة بتفتكر ان الرسالة دي من فيشال، وبتكون فرحانة جدا لانها كانت بتحبه. وفي يوم فيشال بيكون في البيت ومعاه مهرة، بيوصل عندهم خطيبها اللي بيكون شكله زعلان، ولما فيشال بيسأله زعلان ليه بيعرفه ان ابوه عايز يلغي جوازه من مهرة، وده لانه عارف ان اسكندر مدمن خمور وبيتردد على بيت مشبوه وعلى علاقة بواحدة اسمها زهور. وبتكون مشكلة كبيرة جدا لان الفرح كان باقي عليه ايام، وفي الوقت ده اسكندر بيكون عنده زهور وبيعترف لها ان هو خلاص لقى حب حياته وهيعترف له. وزهور كانت زعلانة جدا للي بتسمعه لانها كانت بتحبه. وبعد ما بيمشي بيوصل فيشال لبيتها وبيعرفها بنفسه، وبيعرض عليها فلوس كتير علشان تبعد عن اسكندر، بس هي بتعرفه ان هي عمرها ما هتبيع اسكندر حتى لو بالملايين. وبيحاول ان هو يعرفها انها خطر عليه وان جوازة اخته ممكن تبوظ بسببك. وزهور بتتأثر بكلامه وبتوعده ان هي هتخلي اسكندر يبعد عنها وما يجيش هنا تاني، وده لانها بتحبه وما تقدروش الاذى لا ليه ولا لاخته. اما اسكندر فبيكون جاهز العروسة وبيروح بيها لبيت كامنة، وده علشان يعترف لها بحبه. بس رام بيعرفه ان هي مش موجودة وبيعرفه على مكانها، ولما اسكندر بيروح بيتفاجئ ان فيشال هو اللي قاعد معاها وقريبين من بعض خالص، وبيعرف ان في علاقة بينهم وبيكون متضايق من ده وبيراقبهم من بعيد. ولما بيخلصوا اسكندر بيروح على فيشال وبيقول له انت خنتني، وبيفضل يهينه لانه قال له انا اللي لميتك من الشوارع وشغلتك، وبعد ما افتكرتك صاحبي غدرت بيا، وبيطلع سلاحه وبيضربه بالرصاص. وطبعا فيشال بيكون مظلوم لان اسكندر رفض حتى ان هو يقول له اسم البنت اللي كان بيحبها، وبعدها بيموت. وكامنة بتنهاره وبتعرفه ان هي عمره ما حبته ولا هتحبه. وفجأة اسكندر بيصحى وبيطلع ان كل ده كان حلم، ومن زعله بيروح لبيت زهور وبيحكي لها حاله، بس زهور ما بترضاش تدخله. واسكندر بيصمم ان هو يدخل وبيكسر الباب وبيدخل لها، وبتقرر ان هي تضحي بنفسها علشانه وبتشرب السم، وما بيقدرش ان هو يلحقها ولا ينقذها، وبعدها بتموت. وفي الوقت ده بيكون دلوار عرف من جي دي ان زهور ماتت علشان خاطر اسكندر، وبيكون عايز ينتقم منه وبيقرر ان هم يخطفوا اخته، وبعد ما يقتلوها ويحرقوا دمه عليها يقتلوه هو كمان. ولما اسكندر بيرجع البيت بيلاقي فيشال مستنيه وبيعترف له ان كامنة هي البنت اللي بيحبها. واسكندر بيضحي وبيقول له صاحبه يا ريت تتجوزها في اقرب وقت. ولما مهرة بتسمع كلامه بتعرف ان اخوها ضحى علشان صاحبه، وبيجي يوم الفرح واسكندر بيروح لكامنة وبيعرفها ان هو اللي بعت الرسالة، بس كان بيعرفها علشان ما يحصلش مشكلة بينهم، وان يجي يوم وتقول لي فيشال على الرسالة اللي هو بعتها هو ما بعتش حاجة، ويفكر ان هي في علاقة بينها وبين حد تاني، وبيطلب منها انها ما تجيبلوش سيرة عن الرسالة دي ابدا. وفي الوقت ده بيكون جيدي خطف مهرة وفيشال عرف وطلع وراهم. اما كامنة فبيختفى دلوار وبيشوف اسكندر وبيطلع وراه، وبيقدر فيشال ان هو يرجع مهرة لحد البيت قبل ما عريسها حتى يعرف اللي حصل. واسكندر بيفضل يضرب في دلوار وبيهرب كامنة على الفرح، وبتقوم العركة بينهم وبيقتل دلوار، وهو كمان بيطعنه قبل ما يموت. وبيعرفه اسكندر ان هو عمره ما حب زهور ولا لمسها، وانه كان بس بيروح لها علشان يحكي لها على اللي مضايقه. وبيزعل دلوار ان هو كان ظالمها وبيزعل على كل اللي عمله، وبعدها بيموت. واسكندر بيرجع البيت علشان يحضر الفرح، وبيكون مخبي الجرح علشان محدش ياخد باله. وبعد كتب الكتاب ما بيقدرش ان هو يستحمل وبيقع قدامهم، والكل بيبكي عليه. وبيعرف فيشال ان هو اتصاب لما كان بينقذ كامنة من دلوار، وكمان بيعرف من كامنة ان اسكندر ضحى عشانه، وانه مرضاش يقوله ان هو كان بيحبها من هو صغيرين علشان ما يجرحوش. وقبل اسكندر ما يموت بيوصي فيشال ياخد باله من اخته مهرة، وبعدها بيموت. وبيخلص الفيلم على كده. اللي كتب السكريبت ده ومنتج الفيلم شيماء جمال، اداء صوتي كريم عادل. يا ريت لو عجبك الفيديو تحط لايك، ولو اول مره تتابعني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد هنزله. وما تنسوش تعملوا فولو للانستجرام ولايك لصفحتي على الفيس وتشتركوا في قناتي على تليجرام. يلا سلام.